من سينفذ أولا؟ World Cup, Kings. World Cup or Kings? Yeah? Kings. Start first. Okay. Yes, okay. إذن الكرة الأولى للمنتخب المغربي. الكرة الأولى للمنتخب المغربي. المنتخب الأمريكي يختار الكرة الثانية. ويلا يا فؤاد يا عمراني، يلا يا فؤاد. والمنتخب المغربي على موعد مع ركلة ترجيحية أولى. 5 ركلات ترجيحية، البداية مغربية. عمراني جول أول للمنتخب المغربي. فؤاد العمراني ينجح في تسجيل أول ركلة ترجيحية مغربية. حلوة راح تتغير النفسية الآن. الكرة عند ديفيد أورتيز وركلة ترجيح أولى ديفيد أورتيز، وإن شاء الله يوسف بن سلام. يلا نقول لك يا سلام يا يوسف، يلا يا يوسف. يا سلام يا يوسف، يا سلام يا بن سلام. الكرة لامست الحارس المغربي ومن ثم الكرة إلى خارج أرض الملعب. 1 مقابل لا شيء. النتيجة صارت 1 مقابل لا شيء من أول ركلة ترجيحية. من لدينا نادير من يتصدر الهدافين بالثمانية. لواح نادير إن شاء الله هدف إن شاء الله. لا يا نادير، لا يا نادير، لا مو بهالطريقة. سهلة في يد حارس المرمى إدوارد كورت. أطاح فيها نادير، ما شاء الله. قولوا ما شاء الله يا جماعة. عند 8 ولكن أضاع ركلة ترجيحية. والآن المدافع ستيفاني ميانوفيتش هل يعدل الكفة للمنتخب الأمريكي في الترجيح بعد أن تعادل المنتخبين في الوقت الأصلي؟ يا بن سلام راح نقول لك يا سلام يا يوسف. حلوة بقدم يسرى. وشوف ما ينفع كثر الكلام مع بن سلام أبدا، لن يفيد كثر الكلام مع بن سلام. الآن عصام الراقي، يلا يا عصام. موفق يا راقي، يلا يا عصام رائد التحدي. يا عصام فرسان مكة. أوه أطاح فيها عصام والكرة في القائم. عصام الراقي ثاني لاعب مغربي يخفق في الترجيح بعد نادير. أولى سجلت عن طريق فؤاد العمراني. والآن الكرة عند مين؟ عند موراليس لم يسجل الهدف ب2، وإن شاء الله يصيدها بن سلام. لا نجح فيها موراليس. والتعادل 1-1. وصلنا للركلة الترجيحية الرابعة. الركلة الترجيحية الرابعة. والله كاد يصيدها. إذن 1-1 بعد 7-7. 3 ركلات ترجيح، 2 ضايعة و1 سجلها. مبارك بوصوفة. وإن شاء الله نبارك المنتخب المغربي التأهل. يلا يا بوصوفة، يلا يا مبارك. يا عيني عليك بكل روقان. الفنان الكابيتانو القائد مبارك بوصوفة. هدف مغربي ثاني
في الركلة الترجيحية الرابعة. والآن كرة أمريكية، كرة أمريكية عند 17 صاحب الهدفين داني بينيتيز. داني يوسف خلصها داني، حطها برا. كرة الخلاص الآن، كرة الوصول، كرة المربع الذهبي، كرة نصف النهائي. عندك يا أشرف، يلا يا أشرف، يلا يا محمد، يلا يا سعود. المنتخب المغربي يعود من بعيد بعد أن تأخر بفرق الثلاثة. أشرف أطاح فيها أشرف. كرة نصف النهائي أخفق فيها أشرف سعود، ولكن ما زال الأمل في يوسف بن سلام بعد رب العالمين. يوسف بن سلام، والركلة الترجيحية الأخيرة الأمريكية عند 8. نيكي هرنانديز، وإن شاء الله يوسف سلام. داني ويوسف ولا نيكي وبن سلام. خلاص وكرة الخلاص للمنتخب المغربي. ريمونتادا وقلب الطاولة تماما أمام شرط العالم. لا، مو علينا يا أمريكي. أنت أمام رابع العالم، أمام الرابع المونديالي، أمام الرابع العالمي، أمام الرابع الأفريقي، أمام المنتخب المغربي الشقيق. خلاص بن سلام يوسف رجل المباراة الأول، والمنتخب المغربي يضرب موعدا مع المنتخب الكولومبي لرد الدين. مباراة تأكيد انتصار للمنتخب الكولومبي أو رد الدين من المغربيين. إذن المنتخب المغربي ثاني الواصلين بعد المنتخب الكولومبي الذي أقصى المنتخب الأوزبكي ب6-1. ولكن هنا قمة المتعة، انتهت 7-7. وخلي الفرحة تنفعك يا كاسترو. أيوة ضحك عليه يا الياس، ضحك عليه يا معيكي، لأنه رفع ضغط لاعبي المنتخب المغربي في 7 أهداف على التوالي. ولكن هنا الكلمة الأخيرة كانت لنادير لواح وبقية رفاقه مع المنتخب المغربي. إذن ألف مبروك لأسود الأطلسي ثاني الواصلين للمربع الذهبي. كنت معكم متحدثا واصفا فهد عبد الله دريبي. أتمنى أن أكون قد وفقت. أختم بسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألف مبروك للمنتخب الكولومبي، ألف مبروك للمنتخب المغربي الوصول إلى نصف نهائي هذه البطولة الأولى على مستوى المنتخبات. حظ أوفر للمنتخب الأوزبكي والمنتخب الأمريكي. تحياتي، تصبحون على خير.